وبعد ما قريت الحكايات اللي طلعت مش من زمن فات، لقيت في كل حكاية كنز. دوروا معايا على الكنز. حكايتنا النهاردة من قارة أفريقيا، من دولة المغرب. في العاصمة في الدار البيضاء كان بيعيش عم صادق. عم صادق كان عايش في بيت قديم، عايش مع زوجته وابنه صالح. ابنه صالح كان عنده 8 سنين. عم صادق كان شاطر جدا في صناعة الحلوى، وكانت شغلته يصنع البونبوني والملبن من العسل الأبيض والفاكهة الطازة. وكان صالح بيساعده وقت الأجازة ويروح معاه علشان يشتروا العسل والفاكهة الطازة. كان عم صادق بيصنع 3 أصناف من البونبوني: بونبوني بالفراولة وكان بيغلفه في كيس لونه أحمر، وبونبوني بالمانجا وكان بيغلفه بكيس لونه أخضر، وبونبوني بالموز بيغلفه في كيس لونه أصفر. وكان بيلزق عليهم ستيكر مكتوب عليه حلوى صالح الطازجة. كل يوم بعد صلاة الفجر كان عم صادق بيصنع البونبوني والملبن وبعدين بيغلفهم، وطبعا ما كانش بينسى يحط فرشة الأسنان الهدية اللي تخلي أسنانك قوية. وبعدين كان يحط الحلويات في صندوق كبير في العجلة بتاعته ويسوق العجلة لحد الحديقة الكبيرة. أول ما الولاد بتشوف العجلة بتجري بسرعة على عم صادق علشان تشتري البونبوني والملبن الملون. وبعد ما يبيع كل الحلوى عم صادق يقول الحمد لله ويروح على بيته. في يوم من الأيام وعم صادق واقف بيبيع الحلوى جاله حارس الملك. قال له: يا عم صادق، الملك عايز يقابلك. عم صادق خاف وسأله، قال له: انت متأكد ان الملك عايزني انا؟ قال له: ايوه يا عم صادق، الملك طلب يقابلك. عم صادق بسرعة ساق العجلة ماشي ورا الحراس رايح لبيت الملك. طول الطريق عم صادق عمال يقول لنفسه: أكيد الحارس غلطان، أكيد الحارس غلطان، الملك عايز حد تاني. وصل عم صادق عند باب القصر، لقى باب كبير وحراس كتير. أول ما الحارس قال عم صادق صانع الحلوى الباب الكبير انفتح ودخل عم صادق القصر. شاف قصر كبير وجنينة كبيرة. أول ما شاف القصر عم صادق قال: يا رب خير. عم صادق فضل ماشي ورا الحرس لحد ما وصل لباب الملك. الحراس سمحوا له بالدخول. دخل عم صادق عند الملك. أول ما شافوا الملك قال له: أهلا يا عم صادق. سألوا الملك قال له: قل لي يا عم صادق، مين اللي بيصنع الحلوى؟ رد عليه عم صادق وقال له: أنا يا سمو الملك اللي بصنع الحلوى دي من العسل والفاكهة الطازة. الملك قال له: أنا دقت الحلوى يا عم صادق وهي فعلا حلوى لذيذة. عم صادق اتخض قال له: سموك دقت الحلوى؟ قال له: أيوة، ابني شاف الولاد وهم في الحديقة وهم ماسكين أكياس الحلوى وطلب إن هو يدوق الحلوى، وفعلا جبنا الحلوى ودقناها، طعمها حلو جدا يا عم صادق. عم صادق فرح جدا إن سمو الملك عجبه الحلوى. الملك سأله قال له: يا عم صادق قل لي نفسك في ايه؟ رد عم صادق بسرعة بدون تفكير قال له: نفسي كل الأطفال في العالم تدوق حلوى صالح الطازجة. الملك على الفور نده الحراس وقال لهم: يتم بناء مصنع لإنتاج حلوى صالح الطازجة وتعيين عم صادق المسؤول عن تصنيع البونبوني والملبن. فرح عم صادق وشكر الملك ورجع البيت وهو فرحان وقال لصالح ابنه: يا صالح، ربنا استجاب لدعانا وهنحقق كل أحلامنا. وفعلا وبعد سنة المصنع اشتغل والإنتاج اتصدر لجميع دول العالم، وكل الولاد داقوا حلوى صالح الطازجة. وعم صادق جاب لصالح كل اللعب اللي كان نفسه فيها، وجاب العربية وجاب له البيت الكبير. ونتعلم من القصة دي إن اللي بيشتغل بإخلاص وبيراعي ربه عمر الخير ما يضيع منه.